السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة يوميات أم حبيبة وصوم بترحب بيكم حبايب ومشاهدين ومتابعين من جميع أنحاء العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. بركة صباح جديد، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، صباح الورد عليكم وعلى عيونكم حبايب ومشاهدين ومتابعين من جميع أنحاء العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. احنا الأول الزير ده كان عندنا جوه في المطبخ في البيت، من داخل البيت، يعني من داخل البيت عشان يبقى قريب نشرب منه كده، بس عشان بتبقى المياه سخنة في الشتاء. مش مهم يعني ان احنا نشرب مياه ساقعة، بنشرب مياه دافية. مخلينا جوا طبعا مش بيسقع خالص. فدلوقتي طبعا هنرجعوا مكانه عشان الدنيا صيف، وكل اللي بيجي من برا داخل البيت، يعني اللي بيجي من برا عايز يشرب على طول. فهنحطه فين؟ في المدخل. ادي الجبل بتاعنا. طبعا الباب مفتوح، فلازم يعني لابد انه هيظهر معانا الحتة دي عشان الباب مفتوح. شايفين منطقتنا بسم الله ما شاء الله جميلة ازاي. الجبل ده في وش البيت، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بص، جبل في وش البيت اهو. ما شاء الله. شايفين الجبل ازاي في وش البيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. طبعا مين اللي صور الجزء ده؟ حبيبة، هي اللي مخلية الكاميرا تجري. الحمد لله رب العالمين. اللهم دم علينا نعمة يا رب العالمين. ادي بقى الزير بتاعنا اهو. طبعا هنجيبه من هنا وهنغسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. هو طبعا جوا خطينه يعني مليان، بس انا طبعا فضيته من امبارح عشان نعرف نحولوه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكرمنا يا رب ويكرمكم ببركة صباح جديد. طبعا مية الزير طبعا ما فيش زيها بقى. طبعا لازم بقى بنحكه كده بالطوبة ونغسله كويس. طبعا الزير ده المية بتاعته طبعا لا يعلى عليها. ما شاء الله، يعني اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويسترنا ويستركم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ست الكل يا ست الحبايب، طبعا حاجة بيتك انت اللي بتنظميها، انت اللي بتنظفيها، فما شاء الله اللهم بارك. يعني دي طبعا آه اللهم بارك فينا وفي صحتنا وفي عافيتنا يا رب العالمين. انت اللي بتنظمي بيتك وبتعملي حاجتك يا ست الكل يا ست الحبايب. النظافة طبعا وموضوع وأي حاجة بتتعمل في البيت طبعا الأم المسؤولة عنها. ترويق، تنظيف، طبيخ، تربية أصول للأولاد، تعرفهم بالنسبة للأمور. هي الأم. أنا النهاردة يا جماعة صحيت صراحة من النوم كده تعبانة شوية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صحيت كده زكمانة كده والحمد لله رب العالمين. داخلة على دور برد ولا ايه مش عارف. وانا دور البرد بتاعي بقى مش يعني وحش خالص صراحة، لما بيجيني بيعلي السكر وبتبقى حاجة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك فينا وفي صحتنا وفي كل من يحبنا يا رب العالمين. دي حبيبة كل شيء تاخد ده على الزير، بتقول ده لسه قاعد فيه بتاع الأبيض ده. دلوقتي أنا إن شاء الله قدامكم كده الزير انتوا شايفينه أبيض ده، الأملاح بتاعت المية. دلوقتي أنا بقى هخليها ايه، الحتت دي هخليها تبقى حمرا. هظبط اللون بتاعه إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ربنا يسعدنا ويسعدكم يا رب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
طبعا كل ما بندعك حتة بنعملها ايه بالشكل كده. بص شايفين ده حبيبي بقت حمرا ازاي، يعني ندعكه كده شوية بالطوبة عشان نديله اللون الحلو. بنحكه كده بالطوبة عشان خاطر تطلع منه الألوان، يعني يطلع منه الجير الأبيض بتاع المية، يعني عشان يبقى لونه حلو كده ونضيف. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يسعدنا ويسعدكم يا رب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأواني الفخارية دي يا جماعة بقى أهم الأواني الفخارية دي أجمل حاجة إن أنت تشرب منها مية تطبخي فيها، أحسن 100 مرة من الأواني الفاخرة اللي انتوا بتجيبوها. يعني الأواني الفخارية دي جميلة جدا ما شاء الله، اللهم بارك، يعني جميلة جدا. الزير طبعا، وكان عندنا حاجة اسمها البرمة، واللي هنا بنعمل فيها الطبيخ، واللي بنعمل فيها الملوخية، بنعمل فيها الجكوت. وعندنا الطواجن بتاعة البيض، وعندنا الطواجن الكبيرة اللي بنعمل فيها بامية باللحمة، نعمل فيها مثلا فراخ بالبطاطس. الأواني الفخارية دي ما شاء الله صحية، يعني أجدادنا القدماء المصريين كانوا يستعملوها، يعني جميلة جدا. طبعا الدنيا مظلمة لأن النور اللي برا عكس طبعا على الكاميرا، فما خدناش بالنا إلا بعد ما صورنا الجزء ده. الحمد لله رب العالمين، اللهم بارك فينا وفي صحتنا وفي أولادنا وفي جميع من يحبنا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بص منظر الزير بقى ازاي، بسم الله ما شاء الله، يعني بقى حاجة تانية خالص. اللهم بارك يا رب العالمين، اللهم بارك. بص بقى دلوقتي هنعبيه مية، هنعبيه طبعا عشان دلوقتي هنحطه احنا في دخلة الباب زي ما كان زمان. هنحطه في دخلة الباب عشان خاطر هيبقى ايه، هيبقى طبعا كل اللي جاي من برا بيعوز يشرب عايز يجري على المية. فالمية طبعا لما نحط مية في الكرمة بتبقى ساقعة خالص، بس أنا عن نفسي بحب مية الزير. مية الزير دي يعني جميلة، تبقى متنقية. عارفة كمان المية اللي بينقطها الزير، اللي بينقطها الزير يعني من لما ينضح تبقى جميلة جميلة خالص ونقية متنقية. احنا زمان كنا نحط تحتيه القلة، أكيد عارفين ايه القلة بتاعت المية اللي كنا بنحط تحتيه القلة. القلة دي كانت طبعا دايما بتسقع المية وجميلة كده. كنا بنحط القلة في كنا بنحط القلة تحت الزير، والزير ينقط في القلة ونشرب المية في القلة من تحت، بيبقى طعمها جميل. تبقى المية طعمها يعني كده زي مسكرة ونقية وجميلة ما شاء الله. وأنا ما أقدرش أستغنى عن الزير صراحة. الزير ده في الشتاء جوا معانا عشان خاطر المية بتاعته تبقى دافية ما تبقاش ساقعة. في الصيف بنطلع ونحطه في المدخل بتاع البيت علشان تبقى المية بتاعتنا حلوة وساقعة. ده هنا دلوقتي بعد ما بنيناها كده بشوية، يعني هنا دلوقتي ده العصر، عبال العشاء كانت المية اللي فيه سقعت ما شاء الله وشربنا منها زي الفل. بسم الله ما شاء الله يعني، اللهم بارك. انت كمان بنغسل الغطا، لازم تغسلي كل حاجة وتظبطي حالك وتعملي أمورك. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يسترنا ويستركم تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك. ربنا يبيض أوجهنا يا رب العالمين يا رب. بارك فينا وابعت لنا أولاد الحلال يا رب العالمين، وسهل لنا أمورنا يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كامل النور يا رب العالمين، واجعل يوم سعيد علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين، أصحابي وحبايبي في جميع أنحاء العالم. بحبكم في الله، ربنا يكرمكم يا رب ويطرح فيكم البركة حبايبي حبايبي. الله يسعدكم يا رب العالمين ويجعل الخير دايما في ايديكم. دي ما شاء الله الزير مليناه، بسم الله ما شاء الله يعني. مليته اهو. وكمان لسه هنضف الحتة دي البتاع اللي احنا غسلنا بيه الزير ده، لسه هنضفوه بالمية كده عشان ايه ينضف. بص شايفين الحمار بتاع الزير اللي احنا غسلنا بيه الزير الحتة دي، لأن المدخل ده لسه يعني ما بنخليهوش المدخل على طول، بنغسله وبننضفه عشان طبعا ده دخلة البيت زي ما انتوا عارفين أم حبيبة.
ما بتحبش التراب، ما بتحبش الوساخة، يعني ما تخليش المكان متسخ نهائي. الحمد لله رب العالمين. النظافة دي عندنا مرض يا جماعة. النظافة دي عندنا مرض. يوصل معايا لحد هنا يصلي على النبي ويقول اللهم بارك فيك وفي صحتك يا ام حبيبة. ربنا يبارك لينا فيكم وفي صحتكم وحفيدكم واصحابنا وحبايبنا وجميع من يحبنا يا رب العالمين. شايفين البيت في وش الجبل، بنفتح الباب بنبقى في الجبل على طول، الجبل في وش الباب وزي الفل والحمد لله ولله الحمد. ما شاء الله اللهم بارك. ادي منظر بيتنا بقى ومكاننا وحاجتنا ما شاء الله. لمينا الخرطوم، قفلنا الحنفية، حطينا الخرطوم جنب الزير، وهتبقى منظمة والواحد يبقى منظم في بيته وحاجته تبقى منظمة تبقى جميلة. بس ما شاء الله الزير بقى، يا زيري يا زيري. الزير ده دلوقتي مجرد ما المية هيشرب المية الزير بتاع كله هيبقى أحمر زي زي الجمع اللي تحت ده بتاع الزير، كله هيبقى أحمر دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. طبعا جاش طبعا وسحبنا المية وزي الفل ونضفنا بيتنا والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله كل يوم جديد مع قناة يوميات أم حبيبة في أم حبيبة أسوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. شايفين المنظر؟ أنا واقفة جنب الباب وادي الجبل في الوش على طول، الجبل في وش على طول يا جماعة. ما شاء الله اللهم بارك.